العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 18 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تقيم أنشطتها. إنجاز 80% من عملية تجمع المواطنين في مديرية حلحل. 88 ألف حالة إصابة جديدة في بريطانيا بفيروس كورونا. مصرع 27 شخصاً في حريق بمبنى تجاري باليابان. سحابة غبار تغطي أجزاء واسعة من الولايات المتحدة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر قد أظهرت إصابة 18 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 12 إصابة في الإقليم الأوسط، منها 3 إصابات في مركز العزل و9 في مراكز الفحص، وهي 2 في ججرات وواحدة في كل من أخرية وترافل وغشيت وعداق حموس وعداق عربي ووسط المدينة ومعسكر دندن، و4 إصابات في مركز الفحص في الإقليم الجنوبي، 2 في ميدما و2 في ابن حيلي، وإصابة واحدة في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر، وإصابة واحدة في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شوفي 12 مرضى كورونا، 11 من الإقليم الأوسط و1 من إقليم القاش بركة، وتوفي مريضان كورونا يبلغان من العمر 79 و75 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7731، شوفي منهم 7521 وتوفي 67 مريضا، فيما لا يزال 143 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 17 من ديسمبر 2021. قيمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة أنشطتها السنوية يومي 16 و17 من ديسمبر في مقر المكتب المركزي، ووضعت برنامج عام 2022. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخا تسفا ميكائيل أن التقييم جاء للتمهيد للاجتماع التقييمي للمجلس المركزي للاتحاد لعام 2021 بهدف تفعيل الأنشطة المجمدة في الأقاليم والمهجر جراء وباء كورونا ووضع برامج العمل الجديدة. وبحث الاجتماع الدوري 12 للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة أنشطة التنظيم ونتائجها وتأطير الشابات وتوعية العضوات وتطوير الكوادر والبرامج التنموية لتمكين المرأة وتطوير العمل المؤسسي للاتحاد. وأشارت تقارير الأقاليم زيادة مشاركة المرأة في الأعمال التنموية وبرامج التصدي وتنفيذ برامج التدريب في القزل وتربية الدجاج وتوزيع المناحل وتقديم القروض لتمكين المرأة، موضحة ارتفاع فهم المرأة في التعليم وارتفاع المشاركة نتيجة ذلك. وذكر الاجتماع أنه بالرغم من التدني الكبير لظاهرة زواج القاصرات وختان الإناث، تنفذ مهاما فعالة لتقديم مرتكبي هذه الظاهرة النادرة في الأقاليم أمام القانون، واتخاذ الخطوات التصحيحية بشأنها، وتنفيذ أنشطة سياسية وتعليمية واسعة وسيمينارات تنويرية بفرع ساوة ومؤسسات التعليم العالي. وأفاد الاجتماع قيام فروع المهجر بمساهمات ناجحة لمكافحة كورونا وإسراب الجراد وبرامج التعبئة رغم عرقلة وباء كورونا البرامج الموضوعة. وقدم الاجتماع بعد مناقشة التقارير المقدمة برامج العمل الجديدة. أعلن مدير مديرية حلحل السيد قرماطيون أبرهة إنجاز 80% من تجمع المواطنين وتنفيذ أعمال جادة لتجميع المواطنين المتبقين.
وذكر السيد قرماتيون اكتمال الخطة الإسكانية في بلدة حلحل وملبسو وقرطات وتوزيع أراضي سكنية ل 480 أسرة ومن أجل استقرار المواطنين وتسيير حياة سعيدة تجري أعمال إرساء الخدمات الاجتماعية داعيا المواطنين للتجمع في أماكن مركزة. وقال إنه لا توجد أي مشاكل تذكر فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، موضحا وضع برنامج لصيانة وادي جنجنيت الذي يمر وسط بلدة حلحال بالتنسيق بين المواطنين والحكومة. وأوضح السيد قرماتيون إجراء دراسات تساهم في تقليل شح المياه بصيانة الطاقة الشمسية وبناء سد لتأمين خدمات المياه في مناطق فانشيبكو وملبسو وقبي ألبو. هذا وتبعد مديرية حلحل 45 كيلومترا من الناحية الشمالية من مدينة كرن، ويوجد فيها مركز صحي و3 عيادات و11 روضة أطفال و10 مدارس ابتدائية و7 متوسطة وثانويتان، وتمتلك أرضية خصبة تسهم في إنتاج مختلف المزروعات الحقلية والخضروات والفواكه. دعا حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي لمنح الأنشطة الرياضية وخاصة ألعاب القوى اهتماما أكبر من أجل إعادة بريقها وتنظيم منافسات فعالة. وفي اللقاء المنعقد في حاضرة الإقليم مدينة بارونتو للجهات المعنية والعدوان، قال سعادة السفير إن المنافسات ألعاب القوى وإمكانيات عدائي الإقليم كانت قوية ومنافسة على المستويين المحلي والدولي، إلا أن ذلك أخذ ينخفض في حين لآخر، مشيرا إلى وقف إدارته القوى إلى جانب المساعي الجارية لتنشيط هذا المنشط. من جهته أوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى السيد داوود كلالة الإيجابيات التي يتمتع بها الإقليم، مما يحتم بذل جهود منسقة لإعادة بريق الإقليم في هذا المنشط عبر خلق أرضية صلبة. بدوره قال العداء برهان التقاي إن الإقليم الذي كان يساهم في تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى المحلي والعالمي انحصر في الوقت الحالي على المشاركة فقط، وهذا ناتج عن ضعف ملموس إداريا وتنظيميا، داعيا إدارة الإقليم لاتخاذ خطوات لازمة تساعد في تنشيط المنشط وإقامة نادي على مستوى الإقليم. في الختام وزعت جوائز تشجيعية للعدائين الذين حققوا نتائج جيدة في سباق نصف الماراثون الذي استضافته مدينة مندفرة على مستوى البلاد في شهر أكتوبر لعام 2021. قام السكان في ضاحية دونغوميت في مديرية عرزة بصيانة طريق عدي غوروتول على عدي البالغ طوله 17 كيلومترا بالنفير الشعبي. أوضح مدير الضاحية أن الطريق وجد الحل المؤقت ويحتاج إلى الدعم الأهلي لحل دائم. وأوضح السكان قيامهم المستمر بصيانة الطريق وسيواصلون حتى إيجاد الحل اللازم. وتقع ضاحية دغميميت على بعد حوالي 38 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من عرزة. استشهد يوم أمس 16 من ديسمبر المناضل محمود إبراهيم سعيد أبو طريق جراء مرض ألم به عن عمر 79 عاما. التحق المناضل محمود إبراهيم بجبهة التحرير الإريترية عام 1965 وخدم حتى عام 1980 في القوات المقاتلة والجهاز الطبي، وانضم بعد الاستقلال إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1992 وعمل في هيئة اللوجستيك بالفيلق 491، وظل منذ عام 1994 تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية كمعاق. وقد وري جثمانه السرى أسرى يوم أمس 16 من ديسمبر في مقبرة الشهداء في مدينة كرن.
وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل محمود إبراهيم سعيد، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. نشرتنا متواصلة بعد الفاصل، ابقوا معنا. سجلت المملكة المتحدة في 24 ساعة الماضية أكثر من 88 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا لوزارة الصحة في البلاد، ومن بين هذا العدد 1700 إصابة التي تم اكتشافها هي المتحورة أوميكرون. ودعت الحكومة البريطانية السكان إلى الحذر واحترام القيود الاحترازية الجديدة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 لمنع انتشار أكبر في هذه الفترة من السنة. وبلغ إجمالي الإصابات في بريطانيا 11 مليون إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 147 ألف حالة وفاة. وباتت المتحورة أوميكرون التي تنتشر بشكل سريع للغاية مبعث قلق كبير، خصوصا في القارة الأوروبية بسبب قدرتها في الانتشار على نطاق واسع. قطت سحابة غبار كثيفة أجزاء واسعة من المناطق الوسطى والغربية للولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد من المدن وفي صعوبة في التنقل. ويشير الخبراء بأن ارتفاع درجات الحرارة قد تكون من أسباب لقي 27 شخصا مصرعيهم إثر اندلاع حريق في مبنى تجاري من 8 طوابق مدينة أوساكا اليابانية. وأدى الحريق إلى حدوث عشرات من حالات الاختناق والإصابات بعد الدخان الكثيف الذي غطى المبنى، وتم تقديم الإسعافات الأولية لمن كانوا يعانون مسبقا صعوبة التنفس. وبحسب السلطات المحلية فقد خلف الحريق خسائر مادية كبيرة، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق التي لم تتضح حتى الآن. غطت سحابة غبار كثيفة أجزاء واسعة من المناطق الوسطى والغربية للولايات المتحدة، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد من المدن وفي صعوبة في التنقل. ويشير الخبراء بأن ارتفاع درجات الحرارة قد تكون من أسباب الأجواء المناخية السيئة التي ضربت المنطقة. وفي العام 1930 أصابت نفس الظاهرة مناطق شاسعة في أمريكا الشمالية وكندا بحسب خبراء الطقس. ويرجح البعض هذه الحالات المناخية القائلة مألوفة إلى ظاهرة تغيير المناخ. مشاهدين، انتهت النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 18 مواطن بفيروس كورونا اليوم. الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة يقيم أنشطته. إنجاز 80% من عملية تجمع المواطنين في مديرية حلحل. 88 ألف حالة إصابة جديدة في بريطانيا بفيروس كورونا. مصرع 27 شخص في حريق بمبنى تجاري باليابان. سحابة غبار تغطي أجزاء واسعة من الولايات المتحدة. ختام النشرة، إلى اللقاء.